تعرفوا مين اللي هيبقى جليس سيدنا موسى في الجنة؟ تعالوا نعرف. في يوم من الأيام سيدنا موسى سأل ربه، قال له يا رب أنا عايز أعرف مين اللي هيبقى جليسي في الجنة. فربنا أوحى له سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل قال له فلان الفلاني هيبقى جليسك في الجنة. فسيدنا موسى سأله، قال له فين فلان الفلاني ده وقاعد فين وبيعمل ايه؟ فقال له قاعد في الحتة الفلانية. راح سيدنا موسى جري وراح يدور على فلان الفلاني دوت. فالمهم ايه، لقى ايه بقى، راجل بسيط جدا قاعد فاتح محل وبيشتغل فيه. قال انا هراقبه واعرف هو بيعمل ايه وايه العبادات اللي بيتعبدها وايه الحاجات اللي بيقرب بيها لربنا علشان يبقى جليسي في الجنة. دي حاجة كبيرة. قال لازم اعرف بيعمل ايه علشان يبقى جليسي في الجنة. قعد يراقبه، انا لازم اراقبه واعرف بيعمل ايه. راح قعد يراقبه طول النهار وهو في شغله، لقيه قاعد بيشتغل عادي، مفيش اي حاجة جديدة، يعني الشغل بتاعه الطبيعي. وخلص شغله وقفل المحل بتاعه او المكان اللي شغال فيه وروح. فسيدنا موسى قال ايه ده، هو انا كده مش هعرف هو بيعمل ايه؟ فقال ايه، انا لازم اروح معاه البيت واقعد معاه علشان اعرف بيعمل ايه. فراح طلب منه، قال له يا فلان انا ما عنديش مكان ابات فيه النهارده، استضيفني عندك ابات عندك. فطبعا الراجل رحب وقال له ايه طبعا تعالى. فراح واخده وروح بيته. فدخل لقي ست عجوزه قوي قاعده في البيت وعماله تدندن كده بكلمات هو مش فاهمها. فراح سيدنا موسى سأله، قال له هي مين الست دي وبتقول ايه؟ قال له دي امي، كل يوم بتدعي لي عشان انا بطعمها وبحميها وبغير لها وبعمل لها كل طلباتها. فكل يوم تقعد تدعي لي بالكلمات ديت، تقول لي روح يا رب كن جليس سيدنا موسى في الجنة. وبكى سيدنا موسى من اللي شافه وقال له يا فلان انا موسى وانت جليسي في الجنة.